بودرة البلاط يا جماعة اهي، ودول شوية بوليستر. طبعا هوريك ايه الفرق من بودرة البلاط والبوليستر. أول حاجة حطينا الكوبالت مع شوية البوليستر، دول في حركة 100 جرام. 100 جرام ايه بوليستر. طبعا قدام تقليبة كويسة جدا. دي بودرة بلاط. بودرة البلاط أحسن من السبيداج لو أنت هتشتغل تحف مفرغ. هتقول لي ليه؟ هقول لك ما تمصش البوليستر، مش ناعمة، فيها مدة خشونة حلوة جدا وهتديك ملمس ناعم حلو، ومش زي السبيداج، لأنه السبيداج طبعا مختلف. السبيداج ناعم جدا. ليه؟ لو أنت مثلا عايز تحط كمية كبيرة على البوليستر تقبل معاه. يعني بودرة البلاط تقبل. ايه بودرة البلاط؟ بودرة البلاط هي اسمها بودرة الطهارة، مش الاسمنت الابيض ولا اي حاجة، لا اسمها بودرة بلاط. تجيبها منين؟ تجيبها من الراجل بتاع الحدائد والبوهيات او اي حد بيبيع اسمنت. هو اللي بيبيعها، بيبيع الحصو او الكسر، كسر مزايكو. وهتديها تقليبة طبعا اهي. هتاخد معاك كتير جدا. طبعا دول 100 جرام على 400 جرام بودرة بلاط. طبعا هتقبل معاكوا سايحة وحلوة جدا. بص ما مصتش، يعني سايحة معايا وممتازة، سايحة جدا كمان. فلو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر.